الوقت بيعدي والفيضان جاي وهيشيل في طريقه أهم الأماكن الأثرية ومحدش هيقدر يوقف ده، وكان الحل إننا ننقل المعبد من مكانه. أهلا بكم في حكاية أهم نقل أثري في التاريخ. سنة 1244 قبل الميلاد وفي عهد الملك رمسيس الثاني تم بناء معبد استغرق 20 سنة، وبمرور الزمن وعوامل التعرية المعبد كله اتغطى بالرمل لحد ما جه العالم الإيطالي جوفاني سنة 1817 وأعاد اكتشاف المعبد، وكل ده بمساعدة طفل نوبي جميل اسمه أبو سمبل. والمجهود الخرافي في الاكتشاف قررت وزارة الآثار تسمي المعبد على اسمه. أظن انتوا كده عرفتوا احنا بنتكلم على أنهي معبد. معبد أبو سمبل. المعبد تحفة معمارية بمعنى الكلمة، وجواه أوضة اسمها قدس الأقداس اللي فيها أشهر ظاهرة معروفة للعالم وهي تعامد الشمس على وش رمسيس الثاني، والكلام ده بيحصل مرتين في السنة، مرة يوم ميلاده ومرة يوم تتويجه، ولحد كده الدنيا تمام. وبعدها بتحصل الكارثة. سنة 1959 اتهدد المعبد بالانهيار. يا ترى ايه اللي حصل؟ في السنة دي السد العالي كان بيتبني ومنسوب المياه كان بيعلى، ووقتها كان خلاص المعبد هيغرق تحت المياه. المسؤولين فضلوا يفكروا يا ترى نعمل ايه، وقالوا كذا اقتراح. الاول اننا نسيب المعبد يغرق جوه المياه لانه كده كده محفور جوه الجبل، وبعد كده نبقى نغطيه ونخلي الناس تنزل في حاجة كده زي الاسانسير الزجاجي والناس تتفرج عليه. والاقتراح ده اترفض. وكان الاقتراح التاني ان هم يرفعوا المعبد كله على مركب، ومع ارتفاع منسوب المياه المعبد هيترفع، بس قالوا لو جت عاصفة شديدة شوية المعبد هيتكسر، وده اللي خلى الاقتراح ده كمان يترفض. ومئات الاقتراحات تتقال وتترفض، والمعبد خلاص كانت المياه هتاكله، لحد ما جه عالم اسمه ماتك واقترح اقتراح غريب جدا. يا ترى ايه اللي حصل؟ قال لهم احنا هنقطع المعبد مربعات وهنرقمها وبعدين نلزقها تاني فوق الجبل. استغربوا جدا من الاقتراح، بس ما كانش قدامهم خيار تاني لأن المية خلاص قربت. وبالفعل سنة 1964 بدأ نقل المعبد فعليا وبمشاركة 2000 مهندس ومقاول من جميع دول العالم. لكن وهم شغالين المية ارتفعت أكتر ووصلت لرجل رمسيس، ووقتها بنوا سد معدني وسموه السد العازل، وده كان سد مؤقت لحين ما يخلصوا. وفي 7 شهور بس قدر العمال والمهندسين ينقذوا المعبد في آخر لحظة علشان يبقى معبد أبو سمبل أخطر وأكبر نقل أثري حصل في التاريخ، وهتلاقوه دلوقتي في محافظة أسوان، تقدروا تروحوا تشوفوه. وبس كده، أنا صفا دهب ودي رحلة صفا، تابعوني.